المحيطات والغابات والطرق مفيش مكان هتلاقيه آمن وفاضي من المخلوقات الغريبة اللي مستنية تظهر، ولكن الحمد لله إن المخلوقات دي مش موجودة ونادرا إنك تلاقيها. ولكن في الفيديو ده جمعنا لك كل المخلوقات الغريبة اللي تم تصويرها بالكاميرات، زي السمكة دي اللي محبوسة جوه قنديل بحر ومش عارفة تخرج، والسمكة اللي تحت المية اللي بتحب تتطبطب عليها، وحتى حيوانات طايرة شبه الديناصورات. فخليك معانا للآخر عشان الفيديو ده مش هتلاقيه في أي حتة تاني. سمكة بليكو التي لا تموت. السمكة دي غريبة جدا لأنك لما تطلعها بره المية وتبص عليها تلاقيها ميتة ومش بتتحرك، ولو جربت تكسر زعنفها مش هتلاقي منها أي مقاومة. ولكن تعالى أفاجئك وأقولك إن بمجرد السمكة دي ما بتشم المية بترجع للحياة من تاني. السمكة دي بتقدر تعيش في ظروف قاسية جدا لدرجة إنها بتعيش 20 ساعة بره المية. أيوة شكلها تحس إنها ميتة بره المية، بس خلي بالك بمجرد ما بتشم المية بترجع للحياة من تاني. دايما عارفين ان التماسيح مش سريعة ومشيتها على قدها، وده بيرجع لوزنها التقيل وقوتها، ولكن النوع ده من التماسيح عنده قدرة على الجري بسرعة كأنه كلب أو قطة بأربع رجلين. الناس اللي فاكرة انها ممكن تلعب مع التماسيح من بعيد لانها بطيئة الحركة، النوع ده من التماسيح هيخليك ما تقربش منهم اصلا. النوع ده من التماسيح اتعلم ازاي ينط ويجري زي الكلاب عادي، عشان كده النوع ده اقوى واسرع بكتير. والعلماء بيقولوا ان النوع ده من التماسيح اتطور بسبب البيئة اللي كان عايش فيها. المحيطات مكان مليء بالاشياء الغامضة والغريبة، ولكن بص معايا على الفيديو دوت. سمكتين صغيرين محبوسين حرفيا جوه قنديل بحر. القنديل معروف بانتاجه مادة سامة مع اللمس. سبحان الله، السمك اللي محبوس فاكر انه واخد توصيلة، ولكن ما يعرفش انه معرض للموت في اي وقت. الكلوجو. المخلوق الغريب اللي انت شايفه ده نوع نادر جدا من الخفافيش، وصدقني لو ما كانش اتصور ما كنتش هتصدق انه موجود. المخلوق ده غريب جدا ومخيف بسبب شكله الكبير وصوته المزعج، ده غير حركته العشوائية في اي اتجاه. وفي الفيديو ده الكلوجو نط على عربية واحد وتقريبا كان بيستأذنه في توصيله. التعابين مخلوقات زاحفة كبيرة تلاقيها على أرض أو سلك شايك، ولكن إنك تشوف تعبان بيطلع شجرة غريبة دي شوية. الفيديو ده اتصور في 2017 وللأسف لحد دلوقتي مش عارفين التعبان طالع فوق بيعمل إيه. السمكة الشبح. السمكة دي اسمها الشبح، وهي اسم على مسمى لأنه واضح جدا من الفيديو إنها شفافة كليا، وعشان تتصور كده وتبان اتصورت بكاميرا 4K عشان تبان تفاصيلها والحواف بتاعتها. وصدقني لو انت في البحر وهي عامت جنبك مستحيل تشوفها حتى بعينيك، ده حتى عينيها شفافة. الكاميرا دي في المكسيك لقطت ظاهرة غريبة جدا لطيور وقعت من السماء وماتت في الحال، ومحدش عارف السبب ايه لحد دلوقتي. ونوع الطيور دي هي الطيور ذات الرأس الصفراء، وفي الوقت اللي كان القليل منهم بيحاول يتعافى من الوقعة، ولكن أغلب اللي وقع من السماء كان مات في الحال، والسبب غير معلوم لحد دلوقتي. الديناصورات انقرضت من ملايين السنين زي ما احنا عارفين، ولكن اللي اتصور في الفيديو ده حاجة شبه الديناصور اللي كان بيطير في الجو. الديناصور معروف شكله من الأفلام الديناصورات اللي كلنا شفناها، بس لو كنت قلتلك قبل الفيديو ان شفته في السماء اكيد ما كنتش هتصدق. ولحسن الحظ ان في حد صور الكائن ده في السماء عشان نشوفه مع بعض. الشبورة للأسف كلنا عارفينها بانها مسببة للحوادث والكوارث، ولكن كمان بتكون مكان كويس عشان يستخبى فيه الوحوش. سنة 2022 مواطن فرنسي لقط الفيديو ده في السماء، وواضح ان الكائن ده كان متعلق في السماء عادي جدا، وشكله بيتحرك عادي زي الوحوش اللي بنشوفها في الافلام. الصراحة المنظر يخض ويخوف. ياريت تقولي رأيك تحت في الكومنتات عن الفيديو دوت.
القروش دي بتبقى موجودة بكثرة في استراليا، ولكن لما تبص عليها تحس انها من عالم تاني. عينيها كبيرة جدا وتحس ان عليها عدسة، ولو شفتها من بعيد تحس انها تنين بتعوم بسبب شكلها وزعنفها الغريبة. السمكة دي كمان اكتشفت من قريب بسبب وجودها في مياه عميقة جدا في البحر. للأسف الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، ولو مش مشترك على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.